تداولت مجموعة من الصفحات نقلا عن لو باريزيان الفرنسية خبرا يهم اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي بخصوص علاقته بفتاة فرنسية تبلغ من العمر 24 سنة. وحسب ذات المصدر فإن الشابة الفرنسية ذكرت لدى الشرطة أنها تعرفت على اللاعب المغربي أشرف حكيمي عبر إنستغرام منذ أسابيع، وأنه أرسل لها سائقا عبر تطبيقات النقل للحضور إلى مقر إقامته. وذكرت هي الشابة للشرطة أنها وجدت نفسها وجها لوجه مع اللاعب أشرف حكيمي الذي حاول الاعتداء عليها حسب قولها، لكنها تمكنت من الهرب بعد تعنيفها بمساعدة صديقتها التي تواصلت معها عبر رسالة نصية من أجل التخلص مما تعرضت له، ثم توجهت لقسم الشرطة من أجل التبليغ دون رغبة منها لرفع قضية على اللاعب، لكن الشرطة أصرت على فتح تحقيق مع أشرف حكيمي لمعرفة ملابسات القضية. بالمقابل صحيفة ماركا الإسبانية قالت على لسان لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي خلال حفل اختيار أفضل لاعب للسنة دبست الذي جرت أحداثه أمس أن كل ما يدور من أخبار فهو مجرد إشاعة. يذكر أن أشرف حكيمي الذي لفت له الأنظار خلال مونديال قطر 2022 وفقة زملائه بالمنتخب الوطني المغربي لم يعلق على الواقعة، كما أنه اختير ضمن مجموعة أفضل لاعب للسنة خلال فعاليات دبست التي جرت بالأمس.